انا زملكاوي في بيت مهجور هيقع عليه هو ومراته. الواد اصلا عايش حياه الفقراء والمساكين في البرتغال، وجاي هنا بيحسب نفسه. تمرد لعيبه نادي الزمالك مستمر، ايوه اقسم بالله. يعني عبد الله السعيد بيتمرد علينا، بزارة بيتمرد علينا، شيكو بنزا بيتمرد علينا. اهو واضحه اهو. تقول له عبد الله السعيد ازاي يا عم؟ اقول لك ايوه مش اول مشكله يعملها في نادي الزمالك. كل مره بيتكلم على مستحقات. هل المستحقات ال 8 مليون كان بتوع دول كانوا لازمينه؟ كان في حوار يعني؟ لا. بس هو حابب ايه؟ يتمرد على نادي الزمالك. وسبب رجوعه من الاعتزال، سيبك من الكلام اللي هو بتاع حسين لبيب والوسايط والكابتن حسين السيد، وبدأ يتكلموا مع بعض. ما فيش الكلام من ده. هو حسبها لما لقى الجمهور هاج عليه، وشكله هيطلع وحش ومش هيكون محسوب على حد. هو اللي هيطلع خسران من الليله ديت في الاول وفي الاخر. قال لك ما ارجع العب موسم ويكون اخر موسم ليا واعتزل في نادي الزمالك، والجمهور يشتن على الاعناق وكله يشتن وكله يفرح، وعبد الله السعيد نجم النجوم لاعب ملهوش حل. هو دوت واحد عنده 41 سنه بيتمرد على النادي، بعيد عن ان هو حلو فنيا وان احنا بنستفيد منه فنيا والكلام من ده. بس واحد عنده 41 سنة بيتمرد على النادي. واحد يقول لي لا يا عم ده مش عارف ايه، ده لاعب كذاب. ايوه اقسم بالله لاعب كذاب. زي ما انا بقول لك كده، اسمع مني. لاعب في الاول عرف المعسكر التدريبي، قال لك انا هرجع يوم الثلاث، ما رجعش يوم الثلاث. قال لك بسبب مستحقات، بيطالب بمستحقات اللي هي ال 8 مليون. طب ال 8 مليون فين؟ مش عارف. بعدها يوم طالع يقول لك لا اصل انا ما بتكلمش في المستحقات، انا بتكلم في حوار ايه بقى؟ ان انا والدي تعبان وانا قاعد مع والده وانتوا بتشوهوا صورته وانتوا مش عارف ايه. وفي البيان بتاع امبارح بيقول لك ايه بقى؟ انا كنت بفكر في الاعتزال. شوية يعتزل وشوية يرجع وشوية يقعد مع حسين لبيب وشوية مش عارف ايه. هو الوحيد عندنا قايمة 30 لاعب، هو الوحيد اللي بيتكلم على المستحقات. ده حتى بزيرة ما بيتكلمش على المستحقات، بزيرة عاوز يمشي اما هو واخد مستحقاته وكل حاجة. يعني اللاعب الوحيد اللي عنده 41 سنة اللي عمل فلوس بجميع الطرق، لعب له 3 سنين في الاسماعيلي وخمس ست سنين في الاهلي، وراح اهل جدة ولعب ولم فلوس الدنيا وبيراميدز وغيره وغيره، بيتكلم على الفلوس. فكان هيطلع من الباب اللي قد كده، ما كناش هنشوفه تاني. ما كانش فارق معايا اقسم بالله. يمشي يقعد، كل اللعيبه هتتحط في حجمها الحقيقي. واحد زي بزارة ده كان بيطلع كل يوم يبص التيشيرت وللجمهور. هو فهمنا. كابتن حسن شحاته قالها وكلنا طلعنا نهاجمه ونقول له انت ما بتحبش لعيبه الزمالك، اي حد نجح في نادي الزمالك مش انت ضده. والراجل طلع عنده حق. الواد كان بيضحك علينا، بياكل بعقلنا حلاوه. كل يوم يطلع يبص التيشيرت انا زملكاوي، ويجيب امه ويجيب بنته ويطلع كل يوم في بيان انا اسف انا. وفي الاخر الواد يعني عمل اعتصام. يعني ما تفهمش بقى ان دماغه مالها يالا. الواد خلاص، حتى لما اهل دبي دي، اهل شباب دبي ما عادش عاوزينه وقال لك خلاص احنا مش هنجيبه، الزمالك طالب مبلغ كبير وجابوا جناح تاني. الواد مش عاوز يرجع. الواد ما كانش بيرد عليهم اصلا. تقعد تبعت له مثلا ايميلات ورسائل، الواد بيقوم عامل لهم بلوك. فاهمني؟ ومع السلامه يا رجال. خلاص، ما هو الواد مش عاوز يرجع، دماغه خلاص ملعوب فيها. ملعوب فيه. لا الايام دي بقى بيقول لك ايه بقى؟ اللاعب خلاص بدأ يرد على الاداره وناوي يرجع، بس ما قالش هيرجع امتى. فالموضوع بقى لا. وامبارح بقى بيقول لك ان اللاعب تواصل مع احد كباتن الفريق وبيقول له انه هيرجع خلاص خلال الاسبوع الجاي. يا ابني الدوري ما عادش عليه حاجه، الدوري خلاص عليه 5 6 ايام. نجم الفريق بتاعك الاهم فنيا عمل تمرد عليك ومش عاوز يرجع، وانت مش عارف ترجعه ولا عارف تتكلم معاه ولا اي حاجه. الزمالك في الضياع. لاعب زي بزيرة عنده 23 سنه ما كانش حد يعرفه، جبته لمعته خليته من نجوم افريقيا، الاشهر في افريقيا، من الاشهر يعني. الواد ما عادش عاوز يرجع. وابوه كان كل يوم يطلع يقول لك احنا حسينا هنا في مصر بلد الامان والامن والامان ونادي الزمالك والجمهور وبتاع. الواد كان بياكل بعقلنا حلاوه. انا فاهم انا الحته دي من الاول اقسم بالله. وما فيه. الغريب اكتر بقى نشيكو بنزا، لاعب فنيا تعبان، رقاصه، منزل صوره امبارح بالحجاب
ما تفهمش ماله الواد دي، ماله عقله ماله. وفي الاخر برضو مش عاوز يرجع. في الاخر كل يوم يقول لك انا في البرتغال، والصوره اللي منزلها امبارح في بيت مهجور في البرتغال، في بيت مهجور هيقع عليه هو ومراته. الواد اصلا عايش حياه الفقراء والمساكين في البرتغال، وجاي هنا بيحسب نفسه نجم النجوم، الواد اللي مقطع السمكه وديل. ورغم كده انت محتاجه فنيا عشان انت ما كنتش فاهم ان الصفقات وان كل يوم قضية ديت هيوصلك للي انت وصلت له دلوقتي، وكنت بتحسب وجاهل في القوانين. انت كنت بتحسب ان انت هتعرف تشتري اصلا اللي هو الايقاف التأديبي ده، ما تفهمش اللوايح انت. الاتنين تلاتة اللي عندك مش لاقي واحد قانوني فاهم في اللوائح يقول لك ان البتاع التأديبي دي ما بيشالش. كنت بتحسب انه يشال. كتر القواضي وكتر التراكم بسبب 100,000 دولار و50,000 دولار وصلتنا ان واحد زي شيكو بينزا متحكم فيك ومش عارف تعمل معاه حاجة. هو المتحكم في كل حاجة. الواد بيقول لك هاجي يوم 15، هاجي يوم 8، هاجي يوم 3. ادي بقى العقوبات مالية. انا مالي انا بالعقوبات؟ ايه اللي انا استفدت انا ماليا؟ انا كزمالك وكجمهور استفدت ايه كفلوس؟ انا مالي انا بالليلة بتاعتك دي؟ انا عاوز اللعيبة تنزل، وعاوز اشوف نادي الزمالك يوم الجمعة الجاية اول ماتش ليه قدام الاتحاد، فريق واقف على رجله، فترة اعداد من بدري، اللعيبة جاهزة، لعيبة رجالة نازلة تاخد بطولة زي ما خدنا الدوري السنة اللي فاتت، لعيبة هتلعب على افريقيا وتنافس لغاية اخر نفس. انا مالي انا بالليلة بتاعتكم دي؟ يعني انا مالي بالليلة بتاعتكم دي؟ ان اللاعب مش عارف ترجعه بزيرة وغيره اللعيبة بتتمرد على نادي الزمالك وانت مش عارف تجيب حقنا. فالواحد تعب دغري كده، تعب.